الزمالك بيضيع الصدارة وبيخسر من دجلة. سبحان الله يا اسطى، الدنيا دوارة يعني. انت عمال تشمت فيا امبارح، سبحان الله. يعني انا حتى ما بلحقش اللي هو ازعل، يعني بتفرحني وبتجبر بخاطري تاني يوم. يعني مش عارف نعمل لك ايه طيب، يعني عشان يعني تاخد الصدارة وتبقى متصدر وتقعد بقى اللي هو الهري بتاعك اللي احنا عارفينه طبعا. وبعدين يا اسطى، فين صحيح اخوان الفينا يعني؟ ما بقاش الفينا، بقى ميتينية يعني ولا ايه؟ يعني قعدت امبارح تهلل وتتكلم على لعيبة الاهلي وتنتقد كل واحد، وطبعا مش هنسمع لك حس حرفيا. انت لما بتخسر ما بنشوفكوش على الميديا حرفيا، يعني بتدخلوا جحركوا زي الفئران. نتكلم عن فرقة اللي هي اول فوز تحققه على الزمالك. وادي دجلة عملت ماتش كويس. عندهم كذا لعيب كويس، عندهم دياستي اللي جاب فيهم الجون. بس انتوا دياستي. على الضحك. طب اديني فرصة طيب ازعل يا اسطى، يعني استغل طيب الفترة اللي انا واقع فيها دي وتصدر دوري ونسمع الكلام بتاعك، عشان لما نيجي ناخد الدوري نحس بمتعة كده يعني. يعني في اول 5 ماتشات، يعني الزمالك كسبان ماتشين ومتعادل ماتش وخسران ماتش تقريبا يعني، او مش فاكر بقى بالظبط هو لعب كام ماتش. تقريبا لعب، بس هو لعب اكتر من الاهلي بماتش تقريبا. ف فايه الضحك يا اسطى ده؟ يعني بجد استغل طيب اللي انا واقع. استغل انا واقع واكسب الدوري. استغل انا واقع ويعني ايه، وحاول تبعد عني بالنقط. بس بجد يعني كل الدعم اتمنى ليك، يعني الاسوأ يعني باذن الله. زي ما انت بلاقي الهري بتاعك بعد اي ماتش وتقعد تتكلم. طب واحد زي زيزو يا اسطى لعب اقل من 2000 ده وعامل 4 مساهمات، يعني صباح الفل يعني. ولا انتوا يا اسطى لازم اي حزق على اي لاعب في الاهلي وتقعدوا تقولوا عليه جعان، وانتوا نادي اصلا واكل حقوق اللعيبه واكل فلوس اللعيبه؟ فبجد مليون مبروك لدجله. وبيقول لك صحيح، مره واحد زملكاوي جه يتقدم لواحده، جاب لها دجله ومحبس. سلام.